احنا كآباء او امهات ممكن نكسر حدود ولادنا. ايوه ممكن نكسر حدود ولادنا واحنا مش واخدين بالنا، او واحنا واخدين بالنا بحكم التحكم. هقول لكم على موقف كده او لقطه حصلت في امبراطوريه مين، بما ان احنا مكملين فيها. اللي هو مختار ادى لنفسه الحق ان هو يروح يقابل زميله ابنه مروان اللي في الجامعه ويتكلم معاها ويقول لها تبعدي عن مروان، انك بتطلب مني انا البنت اني ابعد عن ابنك الراجل. فلما ابنه عرف، مروان عرف، راح اتكلم مع باباه واستخدم حقه في انه يوضح الحدود بتاعته، فقال له صغرني ليه؟ وبالتالي بدأ يتناقش معاه. ومروان اداله مثال حصل مع اخته مع باباها، فهو مختار لما اقتنع بدأ يحس انه غلطان، فببساطة شديدة اعتذر. انا اسف. ابسط حاجه ممكن نعملها لاولادنا لما بنكسر حدودهم واحنا نعتذر. يا جماعه كون ان انا اب او ام ده مش معناه ان انا فوق الغلط، بالعكس احنا ممكن نغلط لان احنا اتربينا بشكل غلط وبنتعامل بشكل تلقائي. فلما بنعتذر كلمه بسيطه قوي بتريح وبتصحح العلاقه اللي ما بيننا وما بين ولادنا. علشان كده مهم ان احنا نبقى فاهمين كويس قوي ان الحدود بتاعه ولادنا، يعني هنا مختار كسر الحدود الفكريه بتاعه ابنه مروان. الحدود محتاجين احنا ناخد بالنا منها لان هي مش بتبقى واضحه، محتاجين نقعد نتناقش الاول. طيب وبالنسبه للولاد مهم جدا جدا ان انت تتناقش مع باباك او مامتك، لان ممكن يكونوا هم نفسهم مش عارفين ان دي حدودكم او ان انتوا زعلانين من ده. وخليكم فاكرين رسم الحدود مش بتقطع العلاقات، رسم الحدود بتعلم